الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد الصاد سميتو سي يونغ، هو مكاري هاد الحيط قوة كبيرة وكيحاول يعتق راسو من هاد البلاصة الخطيرة، وبقى كيتحرك خلفة بخلفة، وكل ما كيزيد في الخطوات الحيط كيتسد عليه والوتاد كانوا كيقربوا منه كتر، وفي واحد اللحظة ما بقاش قادر يقاوم، ومع الاسف الحيط كيتسد عليه في مرة. وهنا غنرجعوا لبداية الفيلم باش نعرفوا كيفاش سي يونغ وصل لديك المرحلة، وكنشوفوا واحد الجنرال سميتو يانغ وكيأمر مجموعة كبيرة ديال النينجا باش يهجموا على دار الاب ديال سي يونغ ويصفيوها لكاع افراد العائلة ديالو صغير وكبير. والفرقة ديال النينجا بطبيعة الحال كينفذوا الاوامر ديالو بالحرف، وكيمشيو هاجمين على ديك الدار بالسيوف، وفاش دخلوا بغاو يقتلوهم. وفي هاد اللحظة كيبان يانغ وهذا هو الاب ديال سي يونغ، وكيبدا القتال بيناتهم. ويانغ واخا بوحدو قدر يشتتهم كاملين واخا كانوا هازين السيوفة، وقبل ما يكمل معهم القتال حيت كانوا كتار قرر ينقذ ولدو سي يونغ اللي كان مازال صغير في ديك الوقت، وخداه عند اعز صديق عنده وطلب منه يخلي معاه سي يونغ ويسهلا فيه. وصاحبو خدا من عنده الولد، ومن تم يانغ كيرجع باش يصفيها العصابة، ولكن كيتقتل هو والمراه ديالو. ومن بعد سنوات كنشوفو صاحب يانغ واللي سميتو تشين، وهو كيدرب سي يونغ على الفنون القتالية. وهنا السن ديالو كان باقي صغير، وكان كيدربوه حيت باغي يكون من اقوى واخطر المقاتلين فاش يكبر. وملي كيوصل سي يونغ للسن اللي يقدر فيه يدخل المدرسة، تشين كيقرر يدخلو لواحد المدرسة ديال الكونغ فو مشهورة، وهاد المدرسة كتعتبر من اخطر المدارس اللي يقدر يتعلم فيها الفنون القتالية المختلطة واساليب ممنوعة في القتال. ومن بعد ما تشين دخل سي يونغ في المدرسة، ولا دابا تحت الرعاية ديال واحد الراهب سميتو سكار. وسكار قبل ما يخلي سي يونغ يبدا في التدريبات خداه في جولة وسط الغابة، وبدا يشرح ليه باللي غادي يتعلم في هاد المدرسة بزاف د الفنون القتالية اللي غتنفعو في حياته في المستقبل. وبدا يدير قدامو حركات خلات سي يونغ مبهور، وكان فرحان بزاف مع هذا الراهب. والغد اللي كيبدا التدريبات مع الدراري، وكان هو الصغير فيهم، وبسبب هذا الشيء الطلاب كلهم كانوا حاضرين وكانوا كيظنوا انه ما غيقدرش يكمل التدريب. ولكن سي يونغ صدمهم قوه التحمل اللي عنده واخا مازال صغير، وهنا فاجئهم كلهم وحتى المعلم تفاجأ. ومن بعد ما كبر سي يونغ كنلاحظوا اللي ولا وحش كل معنى الكلمه، وتعلم كل الفنون القتاليه اللي بها يقدر يقاتل جيش كامل بوحده. وكنشوف المعلم سكار ولا كبير في السن، وهنا كيقول لهم باش تخرجوا من هذه المدرسه ونقدروا نقولوا عليكم مقاتلين كونغ فو، خاصكم اول حاجه تدخلوا 3 ديال الغرف وتنجحوا في الخروج منهم. وهاد الغرف كل وحده فيهم فيها تحدي مختلف وصعيب من الاخر، وهذا غيكون اخر اختبار ليكم. ولكن قبل ما تدخلوا لهاد الغرف 3 خاصكم تنجحوا في مجموعه ديال التحديات الخطيره، هي اللي غتحدد منكم شكون اللي غيدخل لهاد الغرف. وهنا كيبدا اول تحدي، والتحدي كان خاص فيه المقاتل يجلس ويتحمل هاد الصوت ديال هاد الجرس وما يدير حتى ردة فعل. وبالفعل سي يونغ قدر ينجح في هاد الاختبار، والمعلم سكار عجبو الحال. اما المقاتلين الثانيين مع كيبدا التحدي ما كانش شي واحد فيهم قادر يبقى بلاصتو، وخسروا التحدي كاملين. وملي سي يونغ نجح هنا بدا في التحديات الاخرين، وكان اقوى واسرع واحد فيهم قدر ينجح في كاع التحديات اللي عطاوه. ومن بعد ما سال كاع التحديات ولا واجد باش يقدر يدخل الغرف ب3. وبالفعل سي يونغ دخل اول وحده منهم، وملي دخل كان كيظن باللي ما كايناش شي حاجه صعيبه عليه حيت نجح في كاع التحديات اللي فاتوا. وفي هذه اللحظه كيتفاجئ باسهم من بلايص مختلفه في الغرفه، ولو كان سي يونغ ما عندوش ردة الفعل سريعه كانوا غيصفيوها ليه، ولكن بالسرعه الكبيره اللي عنده قدر يتفاداهم كاملين وقدر يصد الفتحات اللي كيتيريو الاسهم. ومع نقص باش يدخل الغرفه الثانيه، مع الدخله كيشوف 2 حيوط عامرين وتاد وكيتسدوا عليه. وهنا سي يونغ بقى كيحاول يكالي الحيوط بيديه، وفي نفس الوقت كيتحرك باش يخرج ويعتق راسو من الموت. وهنا كنشوفوا القوه الحقيقيه ديالو، واخا كانت هذه الغرفه شبه مستحيل يخرج منها اي واحد، قدر في اخر لحظه يخرج منها ويدوز للتحدي الثاني. القانون ديال الغرفه الثانيه كان مختلف، وكان عند سي يونغ الحق يدخل معاه اي مقاتل بغا باش يعاونو ينجح في التحدي. وكيدخل معاه واحد من اعز الاصدقاء ديالو اللي سميتو تيمبو. وفي هذه اللحظه كيدخلوا بجوج لهاد الغرفه، والديكور ديالها باين باللي عامره افخاخ، وبقاو غاديين هما حاضيين راسهم كيبان ليهم واحد المقاتل حديدي، وبداو القتال معاه. هذا المقاتل كان قوي بزاف وقدر يشتتهم في الاول، وما كانوا قادرين يديروا معاه والو، وهما كيتقاتلوا معاه بالغلط كيطلقوا مقاتل اخر في حاله. وفي هذه اللحظه كان شبه مستحيل يخرجوا من هذه الغرفه، وسي يونغ وتيمبو كانوا باغيين يهربوا منهم حيت مستحيل يتغلبوا عليهم. سي يونغ قدر بالفعل يهرب منهم، وصاحبو تيمبو بقى كيقاتل المقاتلين ب3. وسي يونغ بقى غادي وسط الغرفه وهو حاضي راسو من الافخاخ. وملي قرب
ضرب على واحد التمثال تضرب وطاح، وهنا هجموا عليه واحد المقاتلين سميتهم الذئاب الذهبيه وبداو كيتقاتلوا مع سيونغ. وهاد المقاتلين كانوا من اشرس المقاتلين اللي واجههم في حياته، كانت السرعه ديالهم خياليه. ومن بعد مده ديال القتال بيناتهم قدر سيونغ يتفوق عليهم بثلاثه وقدر يكمل هذا التحدي. ومن بعد كيرجع ينقذ صاحبو تيمبو اللي كيكون كلا العصا ديال بصح عند دوك المقاتلين، وكياخذوه ويرجعوه عند المعلم سكار باش يتعالج حيت ضلوعو كيكونوا مهرسين كلهم. وهنا كنشوفوا الجنرال اللي قتل العائله ديال سيونغ ملي كان باقي صغير. الجنرال كيكون سمع باللي سيونغ قدر يتعلم كل الفنون القتاليه في ديك المدرسه، واكثر من هذا الشيء قدر انه ينجح في التحديات اللي صعيب اي واحد ينجح فيهم، وقرر يصيفط واحد من القتاله ديالو باش يصفيها ليه. وبالفعل خونا كيوصل للمدرسه دخل متسلل بلا ما يحس به شي واحد، وقصد البلاصه فين كان ناعس سيونغ وكان غيقتلو. وهنا كيلقى اللي ناعس تم صاحبو تيمبو، وقبل ما هاد النينجا يقتلو المقاتلين كلهم كيهجموا عليه وداروه في الوسط، وسيونغ هجم عليه وبسرعه كبيره صفاها عليه. ومن بعد سيون كان كيوجد راسو باش يدخل الغرفه الثالثه واللي غتكون التحدي الاخر ليه باش يكون واجد الانتقام ديالو. وقبل ما يدير هادشي كيبدا يقرا في كاع الكتوبه ديال الفنون القتاليه في المدرسه، وكان كيطبق اي حاجه قراها في التدريبات ديالو، وكيبقى غادي فحال هكا لمده طويله حتى قدر واحد النهار يسالي اخر كتاب في ديك المكتبه ولا كيعرف اي حاجه على الكونغ فو. ومن بعد المعلم سكار جلس معاه وقال ليه دابا انت واجد باش تقدر تدخل الغرفه الثالثه، وكيبدا التحدي الاخر. وسيون كيدخل لهاد الغرفه اللي اللون ديالها احمر والباب كيتسد موراه، وكيبان في الغرفه ثلاثه ديال المقاتلين ذهبيين اللي كنا شفناهم من قبل، وكيبدا الفايت بيناتهم. وسيونغ واخا كان واحد من افضل المقاتلين في المدرسه ما كانش قادر يسيطر عليهم بوحدو، ها اللي كيضربوا من هنا ها اللي كيضربوا من لهيه. المهم سلخوه في الاول بالمزيان وعانى معاهم ديال بصح حتى واحد اللحظه سيون كيكتشف نقاط الضعف ديالهم بالفضل ديال الكتوبه اللي كان كيقرا، كانت عباره على نقط سوداء في الجسم ديالهم. وهنا بدا كيضربهم بالضبط لدوك البلايص بسرعه وخفه كبيره، وبالفعل قدر يجمد كاع المقاتلين بنفس الطريقه. وملي سال الاختبار الاول كيتلاقى صاحبو تيمبو وكيدخل معاه باش يعاونو. كان هذا اخر اختبار لسيونغ. ومن بعد ما دخلوا من واحد الباب بصعوبه كبيره كتبان لهم واحد الشعله ديال العافيه، وكان خص سيونغ يهزها بيدو باش يقدر يفتح الباب اللي موراه. وبالفعل كيدير هذا الشيء وخا يدو كيتحرقوا بجوج والدخان كان نايض منهم، ولكن كيصبر وكيقدر يكمل التحدي حتى الاخر. ومن بعد كيخرجوا هو وصاحبو تيمبو وكانوا فرحانين حيت سيونغ قدر يسالي كاع التحديات. وهنا الرهبان كيهنيوه على هذا الانجاز، ويقدر دابا سيونغ يمشي من المدرسه حيت ولا من اقوى المقاتلين في العالم. والغد ليه كيمشي هو وصاحبو تيمبو من المدرسه وكيقصدوا المدينه حيت سيونغ كان ناوي يبدا مباشره في الانتقام ديالو. وفاش وصلوا للمدينه دخلوا لواحد المطعم باش يرتاحوا شويه وياكلوا، وشويه دخل عليهم واحد خونا كيبيع شي تواشي، وكانت واحد البنت سميتها لين جالسه تم. وفي هاد اللحظه هاد الصاد طلع واحد من المقاتلين الجنرال وضرب تيمبو ضربه خايبه وهرب، ولكن لين كتقدر تمنعو وكانت خطيره في الفايت. وهما كيتقاتلوا سيونغ كيلقى واحد القلاده طاحت للين، كيكتشف باللي هي اختو الصغيره اللي الام ديالو كانت عطاتها لشي ناس سايق قبل ما تموت هي وراجلها. ومن بعد ما اخيرا تلاقى اختو هي كتعرض عليهم يمشيو معاها لدارها، وبالصدفه كيتلاقاو مع واحد صاحبهم كان عزيز عليهم في المدرسه سميتو وونغ اللي تلاقاوه وكيمشيو كاملين مع ليل لدارها وهي رحبات بهم كاملين. وبالليل هما ناعسين دخل عليهم واحد النينجا من المقاتلين ديال الجنرال وكيكون جاي باش يصفيها عليهم كاملين وكيقصد الغرفه فين ناعسين. وهنا تيمبو كيفيق وكيبقى حاضي هذا النينجا، وفي واحد اللحظه هجم عليه وبدا كيفرشخ فيه، ولكن النينجا كان النيفو ديالو طالع بزاف وقدر يضرب تيمبو شحال من ضربه وكمل بلين حتى هي وصلخها مزيان. وكان شويه وغيسالي معاهم بجوج، ولحسن الحظ كيبان سيونغ وكيبقى على النينجا بالضبط. واخا كان عنده سيف سرعه سيونغ كانت كبيره وقدر يسحق النينجا مزيان. ومن بعد ما شبعوا عصا والنينجا صافي ما كانش قادر يوقف على رجليه قرر سيونغ يحيد ليه القناع ويشوف الوجه ديالو، وهنا كانت الصدمه الكبيره. النينجا طلع هو صاحبهم وونغ، وملي سولوه على السبب اللي خلاه يخونهم ويحاول يقتلهم وونغ قال لهم بلي الجنرال خطف العائله ديالي كلها وخلاني ننفذ الاوامر ديالو بزز مني، حيت لما درتش اللي قال لي العائله ديالي كلهم غيموتوا بل ما يموت حيت سيون كان ضربوا ضربات قاتله قال لهم البلاصه فين غيلقاو الجنرال بالضبط. وهنا سيونغ بقى فيه الحال بزاف حيت قتل واحد من اعز الاصدقاء ديالو وزاد حقد كثار على الجنرال. والغد ليه قصدوا البلاصه اللي نعت ليهم وونغ وكيلقاو تم واحد من اقوى المقاتلين عند الجنرال
ولين وتيمبو هجموا عليه، وبالفعل قدروا يفرشخوه مزيان. وهما كيتقاتلوا كيوصل الجنرال شخصيا ويهجم عليهم وقدر يرجع شويه من الكرامه ديالو. ولكن هنا كيبان سيون وهجموا عليه كلهم. في الاول الجنرال ما كان قادر يدير معاهم والو، واخا هو كيكون بروفيسور في الفنون القتاليه. حتى لواحد اللحظه الجنرال حقد ديال بصح وجبد السيف ديالو وبدا كيهاجمهم واحد بواحد بسرعه كبيره، وكانت المهاره ديالو في استعمال السيف خارقه. الجنرال كان مسيطر عليهم، وباش الجنرال ما يصفيهاش ليهم كاملين سيون قرر يضحي براسو باش تيمبولين يقتلوا الجنرال. وبالفعل كيقدروا يقتلوا الجنرال، ولكن حتى سيون كيموت مع الاسف. ومن بعد تيمبولين خداو الجثه ديال سيون ورجعوها للمدرسه باش يدفنوه تم. وهنا نقدروا نقولوا باللي الفيلم ديالنا وصل للنهايه ديالو. ما تنساوش لينا لايك وتشتركوا في القناه وشي كومونتير زوين، ونتلاقاو في فيديو جديد.